السلام عليكم الاخوات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا معايا في الصوره هنا عندي واحد الديسير كيجي زوين بالبطاطا الحلوه بالنسبه للوليدات اللي ما كياكلوهاش او حتى الناس اللي ما كياكلوش البطاطا الحلوه. هاد الوصفه هذه كتجي رائعه في المذاق، صدقوني الا كتجي غزاله غتولوا مدمنين على هاد البطاطا الحلوه. وهاد الطريقه هذه اللي غتشوفوا معايا هنا غندوز معكم الطريقه ديال تحضير البطاطا الحلوه. هنا عندي الكميه ديال البطاطا الحلوه، نتوما غتحكموا في الكميه اللي بغيتو، نص كيلو، كيلو، 2 كيلو، اللي بغيتو. انا عندي هاد الكميه هي اللي غادي ندير معاكم باش تشوفوا معايا الوصفه. نتوما لكم الاختيار، ديروا الكميه قليله او الكميه كثيره. المهم انا كنعطيكم غير الوصفه اللي غادي تستافدوا منها. هكا كما قلت لكم كتجي واحد التحليه اللي هي رائعه في المذاق، زوينه، يعني حتى وليداتكم ما غاديش يحسوا بها بلي البطاطا الحلوه هي اللي كياكلوها. انا عند وليداتي ما كياكلوش البطاطا الحلوه، بس عملت هاد الطريقه هذه ونجحت معايا، ودابا ولاو مدمنين على هاد الطريقه هذه اللي كندير معكم دابا. كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا. كيف ما قلت لكم هنا خديت كميه ديال البطاطا، غسلتها مزيان، قطعتها هكا قطع صغيره او كبيره، المهم تكون غليظه ما تكون رقيقه. كنعرفوا البطاطا الحلوه عندها عده فوائد ودغيا كطيب لينا، ما كتشد معنا وقت طويل. صافي ملي غادي نكمل الكميه اللي عندي هنا ديال البطاطا، غادي نسلقها واحد شويه في الماء، وغادي نضيف لهم كذلك واحد 3 المعالق او 4 المعالق ديال السكر سنيده. بالنسبه للناس اللي ما تيبغيوش الحلاوه بزاف ينقصوا من الكميه ديال السكر. صافي غادي نستمر في هذه الطريقه. من بعد ما غادي تطيب ليا البطاطا، الا بقى فيها الماء كثير نصفيه، ولا بقات غير واحد ربع كاس ولا نص كاس نخليوه ما نضيعوش. صافي هنا غادي نجيب واحد اي اله عندكم، غادي نضغط على البطاطا ديالي مزيان حتى تولي على شكل بوغي، تكون نمعسوها مزيان بالفرشاط ولا بالمعلقه باش اللي كان عندكم غتقضيو به. صافي هنا غادي نمعسها مزيان وغنضيف لها واحد المعلقه كبيره ديال الزبده. الزبده غتعطيها واحد البنه وغتعطيها واحد الذوق اللي هو رائع. غادي نخلط مزيان العناصر ديالي، الزبده مع البطاطا. غنبقى نسامر بهذه الطريقه، نبقى نحرك مزيان، وغنضيف لهم كذلك واحد نص كاس ديال الحليب. غنضيفو مع هاد البطاطا هذه وانا غنبقى نحرك حتى تنسجم ليا العناصر ديالي كامله. صافي وفي هاد الاثناء ملي غادي نزيد داك الحليب غادي نضيف كذلك الفواكه الجافه اللي عندكم، الزبيب، الكوك، الكاوكاو، اللوز، الكركاع، اللي عندكم تزيدوه في مع هاد البطاطا هذه. الا ما عندكمش ما ديروش، يعني اللي عندكم في الدار هو اللي ديروا. كان عندكم غير الزبيب ديريه، كان عندك الكوك غير ديريه، كيعطيهم واحد الذوق اللي هو زوين. هادشي اللي كاين. كان عندكم غير الكوك بوحدو تقدروا حتى هو ديروه اولا الزبيب، ماشي مشكل. ما عندكمش ما ديروا حتى شي حاجه، خليوها هكا سامبل. صافي هنا غنزيد واحد شويه ديال الفاني، انا كناخذ الفاني ديال العبار، نتوما تزيدوا ساشيه ديال الفاني. صافي وغادي نحرك مزيان. صافي من بعد كناخذ واحد المول ديال الزاج، غادي ندهنو بالزبده مزيان، وغادي نخوي فيه هاد البطاطا هذه اللي عندي هنايا، لان غادي ندخلوها للفران. كما قلت لكم التمر الشريحه اللي عندكم. صافي كتجي كنحصلوا على هذا الشكل هذا. ضروري ما نحركوها مزيان باش العناصر كتنسجم لنا مع بعضياتها. صافي غناخذ المول ديال الزاج كيف ما قلت لكم، غادي ندهنو بالزبده مزيان من الجوانب وفي الوسط كلشي، وغادي نخوي فيه داك البطاطا ديالنا، وغادي ندخلها للفران. نشعلوا الفران من قبل يسخن مزيان، عاد ندخلوها هي باش دغيا كتشد راسها، ما تشدنا وقت طويل. كتجي بحال شكل كراطان ديال البطاطا، غير هذه حلوه. صافي وغادي نحتفظ بها جانبا، ما غاديش ندخلها للفران دابا حتى نصايب ليها الكريمه اللي غتدخل معاها الفران. غنحتفظ بها هكا على جانب، وغادي ندوز للمرحله الثانيه اللي هي الكريمه. صافي هنا غادي نحتفظ بها، غناخذ واحد نصف لتر ديال الحليب اولا 2 كيسان ديال الحليب، غنضيف لهم 4 المعالق كبار عامرين ديال الكريم باتيسير، غنضيف معاهم واحد ساشيه ديال الفاني، معلقه صغيره ديال الزبده، وواحد 4 المعالق ولا 3 المعالق ديال السكر. ديما كنقول لكم تحكموا في السكر على حسابكم نتوما.
صافي. وهنا غادي نخلط العناصر ديالي مزيان، وغادي نديرهم على نار خفيفه مع التحريك مستمر باش ما يعقدش ليا الخليط ديالي في الكاسرونه ديالي وتحرق لينا. صافي. وهنا غادي نديرها على نار كما قلت لكم خفيفه. ملي غادي تعقد الكريمه ديالي غادي نخويها فوق ديك البطاطا اللي باقي ما دخلناهاش للفران. هكا كنخويوها فوق البطاطا، وغادي نحاول نقاد الوجه ديالها مزيان باش ما تجيكمش طبقه رقيقه وطبقه غليظه. صافي. من بعد غادي ناخذ شويه ديال الكوك وغادي نرش عليها الكوك من الوجه ديالها باش عطينا ديك الحموريه. صافي. ومن بعد غادي ملي نحس بها شدات راسها وتجمعت غادي نخرجها من الفران، يعني دغيا كطيب ما كتاخذش لنا وقت طويل.